السلام الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته. كاين بعض الأخوات أنايا لو يدخلوا عندي 10 يكفوني. طلبوا مني قالوا لي جي ديري لنا بعض الوصفات. راني اليوم راح ندير لكم وصفة تاع فطور الصباح باش الإنسان يشبع وما يزيدش ياكل. شوفوا نجيبوا خبز، نجيبوا دقيق الشعير الصحي كما راكم تشوفوا، ندير ثقبة في الوسط، ندير زيت الزيتون وندير شويه ملح، ما نكثرش بزاف الملح. وللامانه راني زدت على هذه الكميه باش خرجت لي كميه مليحه باش ياكلوا كامل افراد الاسره. نحكموا كما نقولوا، ندخلوا ذاك الزيت ندخلوه في الدقيق كما راكم تشوفوا. راح لي المصطلح نقولوا نبسوه مليح بزيت الزيتون اللي هو زيتون مبارك، وهو دكتور ضياء العوضي داروا فيه قمة الأغذية زيت الزيتون، يعني من بكري سيد بقى سيد الأطعمة. والتيني والزيتوني. نجيبوا الماء، احنا ماذا بينا نتبعوا النظام الصحي. للأمانة شفت قبيله واحد الفيديو ضحكني، هو فعلا ما شاء الله. قال لهم واحد الشيخ، قال لهم راني توحشت الغازات كيف يخرجوا، قال لهم نسيت حاجه واسمها غازات. وفي الحقيقه دار النظام هذا داروا لمده 10 ايام. انا للامانه راني اليوم 3 ايام. وشنو يخرج عليك كاع واش كاين. كما يقولوا لا حياء في الدين. الانسان كان ما يشدش الوضوء، والحمد لله يشد الوضوء من وقت لوقت. يعني هذا انا نعتبره نتيجه ما شاء الله. وثاني يروح لك الاكتئاب. ومن بعد راني ندير لكم طبق التلبينه ان شاء الله، هو طبق نبوي. ومن بعد نعاود نديرو كسره ان شاء الله بخبز بدقيق القمح الكامل. راني زدت على هذه الكميه. شوفوا بالنسبه للبنات ولا لينا حنايا، كي خبزي على ورق الطهي، يعني صعيبه باش ترفديها. احنا ماذا بينا نديرو حيل. شوفوا راهي شربت كما قالت المراه بكري، قالت لهم جرت دقيق تاع الشعير، من بعد راحت دارت كامل على سخاوتها، قالت لهم اعطوني شويه من دقيق الشعير خاطر راني جريتها. كي عاودت ولات للعجينه تاعها صابتها شربت. قالت لهم المقوله الشهيره، قالت لهم دقيق الشعير ولا نسى الخاوه. راني درت الخبزه كما راكم تشوفوا، ما تضحكوش عليا خاطر عندي بزاف ما خبزتش، يعني والفنا ناكلوا الجاهز فقط. ماذا بينا نعودوا للاصل. الرجوع الى الاصل فضيله. وطبعا كما راكم تشوفوا درت الطاجين على قفاه، راه كاع محروق داك الطاجين مسكين، راني كل يوم نخبز فيه ونقسمها على 6. نحاول اني نديرها متساويه. هاي ليكم. وكي نرمي بالوحده، يعني راح تجيني سهله مهله. اللي يحب يطالع على النظام راه موجود في الفيسبوك، موجود كلش. وشنو الا من ابى، غير اللي ما حبش. يعني اللي مش راح ياكل الدجاج ومش راح ياكل البيض ماهوش راح يموت. تقدر تبدلو بالسمان، تستبدل اللحوم بلحم السمان والارانب راهم كاينين. مام حتى اللي عنده اسمه، اللي عنده وين يربي ماذا به يربي ارنب. هاي ليكم. يعني كي تكون قطعه صغيره تقدري ترفديها بيدك بسهوله. كي تقلبي طبعا نقلبي بالمغرفه هذيك اللي راهي عندي، ما تحرقيش يديك مدام. ومن بعد ندير لكم وصفات تاع كيفاش تحافظي على نعومه اليدين. انا في الحقيقه كما قلت لكم مازال ما درت حتى ماسك لحد الان، يعني كنا خدامين والخدمه كم عارفين كيفاش، كم عارفين باللي الخدام مسكين شاقي. نحاول اني نكرازيها كما راكم تشوفوا هكا.
يعني. جات بلا ما نشكر لكم، جات طريه ما شاء الله ذو في الفم، وفي نفس الوقت تشبع. يعني قادر الانسان ياكلها حتى ويدير صوم متقطع حتى 3 ولا 4 باش يوسي، باش يزيد ياكل. ونطبقوا السنه تاع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول نحن قوم لا ناكل حتى نجوع. يعني يعجبني في حاجه، قال لهم نتوما شكون اللي قال لكم ديروا العشاء والغداء وكذا، يعني ديروا اوقات؟ لا ما عنديش اوقات، انا كي نجوع نخلي روحي نجوع مليح ومن بعد ناكل، كي ناكل ما نشبعش، لان المعده هي بيت الداء، البيت تاع المرض هو المعده، والحميه اللي هي الرجيم رأس الدواء. يعني حنايا نعرفوا كلش وما نطبقوا والو، هذه هي المشكله. هذا جبنا السمسم، دوك تقولي لي السمسم من المسموحات ولا لا؟ هو داير الطحينه اللي حنا نقولوا لها حلوه الترك من المسموحات صافي. والاصل تاع الطحينه هو جلجلان. هذه في الحقيقه مجربه، كانت امي مريضه كنت نديرها لها يعني، ومليحه ثاني للجماعه تاع اللي عندهم هشاشه العظام، ومليحه ثاني للاطفال كي نغذوهم. شوفي هاي ليكم، نحي العظم هذاك تاع التمر ونحاول اني نرفد اكبر كميه من الجلجلان هذاك. هذا هو فطور الصباح تاعنا. دوك نزيدو اوترومون، واش نجيبو هذاك، وما تكثروش، قادر تاكل تمره واحده تكفي، خاصه الجماعه اللي عندهم مرضى السكري. وما قالكمش حبسوا دواكم، يعني من نديروش اتهامات للناس، وما قالش حبسوا الدواء، قال يعني راك بشوي 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 كي تصيب الحاله تاعك تحسنت 100% الدواء ما كان له. هذه هي. بالنسبه للماء قالك شرب كي تعطش تشرب، يعني ما ديرش تمييع للدم تاعك. كاين جماعه في اليوتيوب باش يجيبوا ترند يقول لك اشرب 5 ريتلات باش تنظف الكلى تاعك، قال لك هذا مضر للصحه 5 ريتلات. شوفوا ماذا بينا مام السكر وما نكثروش، كي دير للقهوه مو غرفه صغيره تكفي. هاي لكم نشربوا قهوه، ما نشربوش واسمه، نشربوا قهوه ما نشربوش حليب كما راكم تشوفوا.